السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو الجديده ديالي. اليوم غادي نقدم لكم الوصفه ديال الكويرات ديال السردين اللي كنا كنبغيوهم، ولكن بالطريقه ديال مدينه اسفي تقليديه. انا كيعجبني نطيب الكويرات فشي حاجه ديال الطين الفخار بحال طاجين ولا هاد الطنجره هذه ديال الطين، كيجيو لذاذين احسن من الكوكوط. الو غادي نحتاجو جوج ديال المطيشات محكوكين، نصف بصله محكوكه، وشويه ديال زيت زيتون. غادي نحركو شويه حتى تنسجم العناصر، وغادي نضيفو التوابل. غادي نحتاجو الملح، الابزار. هاد المقادير هذه اللي غادي نعطي بالنسبه لكيلو ونص ديال السردين اللي منقي ومطحون كفته. شويه ديال الخرقوم التحميره، غادي نحتاج 2 معالق صغار، والسودانيه بالنسبه اللي كيبغيها نصف ملعقه من السودانيه، اللي ما كيبغيهاش ما يستعملهاش. غادي نضيفو كذلك 2 معالق كبار ديال الربيع مقطع مع معلقه كبيره ديال الطماطم مصبره. غنحركو حتى تنسجم لينا هاد العناصر هذه مزيان وتغلى شويه، وغادي نمروا للتحضير ديال الكفته ديال السردين. انا ما صورتش المرحله اللي طحنت فيها السردين، فمن بعد ما نقيته وطحنته كنطحنو مع شويه ديال الربيع ونصف بصله واللب ديال الحامض مصير وجوج دروس ديال الثومه، كنطحنوهم هادو بالآلة. من بعد عاد كنضيف عليها نفس التوابل اللي ضفت في المرق، غير هنايا في الكفته كنضيف واحد نصف ملعقه ديال الكمون. غادي نخلط هذيك التوابل مع الكفته ديالنا، وغادي نبدا نشكل في كويرات اللي تكون كبيره شويه. غادي نحتاجو في التزيين كذلك فلافل ملونه، الخضراء والحمراء والصفراء والزيتون الاحمر، الحامض مصير، والورقه ديال سيدنا موسى، وحده فلفل حار اللي كيبغي، اللي ما كيبغيش يحطوا سيباغي على الطبق. غادي نرميو الكويرات ديالنا من بعد ما غلى لينا المرق ونخليوهم يطيبوا غير شويه، يعني واحد المده اللي ما كتجاوز 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه ماكسيموم، لانه السردين الكويرات ديالو الا طابوا لينا بزاف فكينشفوا وكيجيونا بحال البونج. خصهم يبقاو فتيين، يعني المرق خصو يكون شويه، ما نديرش بزاف ديال المرق ونخليه يغلى غير شويه. نزوقو بالفلافل والورقه ديال سيدنا موسى الفوق، ونخليه يغلى واحد 5 دقائق اخرى ماكسيموم صافي ونطفي عليه. من بعد غادي نقدموه بالصحه والراحه. نتمنى ان الطبق ديال اليوم يعجبكم وتجربوه ان شاء الله.